السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا ومتابعينا الكرام. رجعنا لكم يا جماعة فيديو جديد إن شاء الله نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم. ونأسف يا جماعة تأخير الناس اللي سألت علينا، متشكرين جدا على السؤال. القناة كان فيها مشكلة بسيطة كده والحمد لله قدرنا نرجعها بفضل الله. وإن شاء الله أنا وعدكم بأمر الله كل أسبوع على الأقل هنعمل فيديو إن شاء الله لحضراتكم. إن شاء الله نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع البرد عند الأرانب. انت ممكن تخش العنبر او الاوضه اللي حضرتك بتربي فيها، تبص تلاقي الارنب بيعطس وتلاقي فيه افرازات من المناخير عزكم الله، وتلاقي كف الايد مبلول من هنا من تحت من كتر ما الارنب بينشف وبيمسح، فتلاقي كف الايد بتاع الارنب دايما مبلول ورطب. طبعا يا جماعه الموضوع ده في بدايته بسيط جدا ومحلول، وبرضه لو اتاخر بامر الله محلول ان شاء الله. احنا هنتكلم يا جماعه العلاج بالاعشاب الاول. ممكن حضرتك تجيب راس توم وبصلايه متوسطه وشوية زعتر، راس توم وبصلاية متوسطة وشوية زعتر وتلات ليمونات. تمام. هتضرب حضرتك المكونات ديت في الخلاط على لتر مية. تمام. وتصفيها كويس وتسيبها في التلاجة لمدة ساعة تتفاعل مع بعضها. طبعا الليمون يا جماعة مضاد حيوي، والبصل ده مضاد حيوي قوي جدا بيقتل أي فيروسات أو أي بكتيريا بأمر الله. هتضيف كوباية صغيرة كده، كوباية شاي على لتر مية، وتقدمها للأرنب وهو عطشان. تمام. لمدة 3 أيام. ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله أقوى من أي مضاد حيوي. طبعا يا جماعة إحنا بنتكلم على علاج بالأعشاب، ما بنديش حقن بفضل الله. طالما حضرتك شغال بأرنب كويس، شغال بعلف كويس، مش هتحتاج بأمر الله أي مضادات حيوية. لأن طبعا يا جماعة زي ما قلنا لحضراتكم، الأرنب المضاد الحيوي بيفضل في جسمه لمدة 40 يوم. فترة السحب بتاعته من 15 بعض مضادات حيوية من 15 يوم ل 40 يوم. يعني لو حضرتك بتبيع أرنب لحم نتقي ربنا في الزبون اللي بياخد من عند حضرتك، ما نديش الأرنب مضاد حيوي إلا إذا كنا مضطرين. والأرنب اللي حضرتك هتديله مضاد حيوي تسيبه لحد ما يعدي فترة السحب، لا تذبحه ولا تبيعه. تمام. مش معنى كده إن إحنا ما نحصنش، لا نحصن التحصينات اللي هي المهمة، تسمم الدم الفيروسي، تسمم الدم البكتيري، الأفومايك. هنرش الأرنب باستمرار كل أسبوع بالسبسيل. ماشي. العنبر بتاعك طول ما هو نضيف والمكان اللي بتربي فيه حضرتك نضيف، مش هتحتاج بأمر الله أي مضادات حيوية ولا تحتاج أي علاجات. الوقاية زي ما قلنا لحضراتكم خير من العلاج. نتفادى موضوع البرد إزاي بقى يا جماعة؟ البرد أسبابه تيارات الهواء. طبعا إحنا في الشتاء، في فصل الشتاء، كل سنة حضراتكم طيبين. تيارات الهواء اللي هي جاي مباشر دي اللي بتسبب البرد للأرنب. فإحنا ما نفتحش الشباك اللي هو البحري بتيار الهواء جاي مباشر على السلاكة، هيأثر طبعا على الأرنب. وخصوصا لو مجموعة فطام عندك جنب بعض، بيبقى الأرنب الفرو بتاعه بيخليه جسمه سخن وعرقان، والمجموعة مع بعضها بيبقوا مدفيين بعض. لو طيار الهواء جاي عليه مباشر، فمن طبيعة الحال الأرنب هتبص تلاقيه واخد برد. أعزكم الله، ربنا يعافينا يا جماعة ويعافي الجميع ويبارك لنا ويبارك لكم يا رب. فاحنا نتفادى الموضوع ده ازاي يا جماعة؟ إن احنا ما نفتحش الشباك طبعا بالليل بالذات. مش معنى كده إن حضرتك تقفل المكان بالكامل، لأ، لازم تهوي المكان عشان الأمونيا والهيدروجين برضو بتأثر على الرئة بتاعت الأرنب وبتعمل احتباس حراري. فاحنا هنفتح الجنب اللي هو مش بحري، الجنب القبلي، ميبقاش طول الهوا جاي بحري جاي مباشر على الأرنب أو على السلاكة يأثر عليه بالسلب. هنفتح شباك واحد. لو عند حضرتك باب وشباكين، هتفتح الباب وتفتح شباك واحد، وتفتح منفذ الهواء اللي ما يكونش جايب تيار هواء مباشر على السلاكة، يكون الهواء داخل بعيد عن السلكات وبعيد عن الأرنب. المهم المكان يكون متهوي بس ما يكونش التيار جاي مباشر على الأرنب. وحضرتك بتنضف برضه المكان، لازم تسيب الباب مفتوح والشباك عشان الأمونيا والهيدروجين بتأثر برضه على الرئة بتاعت الأرنب. تمام. يبقى احنا يا جماعة اتكلمنا عن الوقاية وعن العلاج بالأعشاب. هنتكلم بقى لو حالة البرد زادت عند حضرتك جامد ولقيت الأرنب بيعطس ومتجنب الأكل خالص وما بياكلش، هنديله سنت واحد جنطاميسين. سنت واحد جنطاميسين وأمر الله يجيب من الآخر معاه. تمام. زي ما قلنا لحضراتكم يا جماعة، احنا بفضل الله طالما شغال بأرنب كويس، سلالة نضيفة وبعلف كويس، مش هتحتاج حضرتك بأمر الله إن أنت تدي مضادات حيوية ولا تدي أي علاجات. لأن زي ما قلنا لحضراتكم المناعة يا جماعة بتورث. الأرنب المناعة بتورث. أنا قلنا لحضراتكم يا جماعة بأمر الله الفيديوهات اللي جاية هنتكلم كل يوم
عن أي مرض وعلاجه بأمر الله. إن شاء الله نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم، وربنا يبارك لنا يا جماعة ويبارك لكم ويرزق الجميع. الأرانب يا جماعة قدام حضراتكم. احنا طبعا يا جماعة في فصل الشتاء زي ما حضراتكم شايفين، نسيب منفذ واحد مفتوح، شباك اللي هو جنب اللي هو القبلي مش بحري، تيار الهواء مبيجيش مباشر على الأرنب. وزي ما حضراتكم شايفين هما يا جماعة الأرانب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم ويرزق الجميع. لازم تجوع الأرنب طبعا، توكل مرة واحدة في اليوم، توكل علف مرة واحدة في اليوم. طبعا يا جماعة بالنسبة للأمهات لازم يكون موجود قدام منها العلف 24 ساعة، عشان طبعا الأمهات بتكون بترضع وبتكون عشر، فلازم العلف يكون موجود قدام منها 24 ساعة، والمية تكون موجودة برضه باستمرار. وتأكد من نظافة المية باستمرار، تغير المية، والخراطيم بتاعت المية بتاعت حضرتك تكون نظيفة. وزي ما قلنا لحضرتك، طول ما انت شغال بأرنب كويس وعلف كويس ان شاء الله ربنا يكرمك ويرزقك وتاخد اعلى انتاج. يا جماعة الامهات ما شاء الله لا قوة الا بالله قدام حضراتكم، ربنا يبارك لنا يا رب ويبارك لكم ويرزق الجميع. الأمهات طبعا يا جماعة لما بتكون عشر ومتوضع في نفس الوقت لازم يكون قدام منها العلف 24 ساعة موجود باستمرار. طبعا يا جماعة احنا بنوكل برضه برسيم، بنوكل برسيم بالنهار. برسيم زي ما قلنا لحضراتكم مفيد جدا للأرنب، مدر للبن، بينقي الكليتين، بيزود الخصوبة عند الأرانب، فيه أملاح معدنية وفيتامينات وعناصر بفضل الله مفيدة جدا للأرنب. بس أهم حاجة حضرتك توكل برسيم صح. الحلقة الجاية هنتكلم إن شاء الله عن إزاي نوكل برسيم، تمام؟ لأن البرسيم دي طريقة يا جماعة لازم توكل بيها كويس. البرسيم لازم حضرتك تغسله أو تكون جايبه من مصدر موثوق منه، برسيم نضيف مفهوش أي طينة مفهوش أي ميكروبات ولا متلوث. طالما البرسيم نضيف قدام منك مش هتحتاج إن حضرتك تغسله، هتحطه في الشمس ساعة ولا نص ساعة يدبل بس شوية المية لو عليه ندى ولا حاجة يروحوا منه، وهتعلقه هنا، هتعلقه فوق السلاك هنا عشان الأرنب ميدوس عليه ولا يعمل عليه حمام. وطول ما البرسيم نضيف هيديك بأمر الله نتيجة كويسة مع الأرانب. ربنا يبارك لنا ويبارك لكم ويرزق الجميع، وإن شاء الله نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشرفنا باشتراكك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.